انطلق هذا اللقاء وانطلقت هذه المحاولات من جانب الطرفين معا. كرة لصالح فريق المغرب اتلتيكو تطوان اماميه في محاوله لبناء الهجوم. الان فرصه من الجهه اليسرى، عبد الكريم نانيه تصويبه، هدف لصالح فريق المغرب الرياضي التطواني. تصويبه قويه لعبد الكريم نانيه يسكن الكره في الشباك مع بدايه هذه الجوله الثانيه. هدف لصالح فريق المغرب الرياضي التطواني، ربما سيبحر مجموعه من الاوراق. بدايه ستكون مغايره في هذه المباراه. عبد الكريم بنانيه يتمكن من تسجيل الهدف الاول، يعني نقولوا في الدقيقه الاولى من بدايه الجوله الثانيه، ولو انها ثواني اولى يعني ماشي دقيقه. فالتصويبه كانت مباشره وكانت مباشره للشباك، يعني بتحيه للجمهور وبتحيه للجماهير التطوانيه. وانطلقات الفرحه وانطلقات الاهازيج وانطلقات الافراح هنا بمدينه تطوان. تابعوا الاعاده المره الثانيه، تصويبه ممتازه بالرجل اليمنى مباشره الشباك، لم تترك اي حد للحارس عصام بادا. تصويبه قويه جدا، باغتة الدفاع وباغتة الحارس، ويحضر الهدف الاول من جانب عناصر فريق المغرب اتلتيكو تطوان.